امبارح بفتح الأهرام، الجريدة الرسمية أو مش رسمية، يعني جريدة من الجرائد الحكومية، لقيت في ريبورتاج عاملاه واحدة اسمها فاطمة الدسوقي ومنى يحيى، وأنا بذكر أسمائهم الاثنين، فاطمة الدسوقي ومنى يحيى. عنوانه: في أقسام الشرطة نقطتين، من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق. ده الأهرام، أحمد السيد نجار، ده امبارح، ده 25 يناير 25 أبريل. وده دول محررتين في الأهرام. في أقسام النجار رئيس مجلس إدارة. في أقسام الشرطة من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق. وجايبين صور عن، يعني شكلهم كده بني آدمين قاعدين مش عارف فين الحقيقة، بس الأهرام بتقول إنه الصورة دي لعدد من البني آدمين في مساحة مكانية زي ما حضراتكم شايفين كده. الصورة دي من اسم شرطة. وبيقول ايه بقى الريبورتاج اللي هم عاملينه ده؟ بيقول ان اعضاء النيابة العامة، وانتوا عارفين القانون يعطي الحق لاعضاء النيابة العامة ان هم يفتشوا على اقسام الشرطة، يشوف من محتجز بحق ومن محتجز بغير حق، وايه هي القواعد القانونية المتبعة معاهم، وازاي، وكل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي النيابة العامة القانون كفل لها الحق انها تشرف عليها. قال لك بقى ان اعضاء النيابة العامة دونوا ملاحظات عن الحياة غير الآدمية أو حتى غير الحيوانية. على فكرة أنا بقول لكم الكلام اللي في الأهرام داخل حجز أقسام الشرطة، وتم رفعها إلى السيد المستشار هشام بركات النائب العام. وحصل العديد من أقسام الشرطة على شهادة الآيزو في الازدحام والقذارة وسوء التهوية. وكان على رأس القمة قسم شرطة مصر القديمة المرشح لنيل جائزة نوبل في الإهمال واللامبالاة والتلاعب بأرواح البشر حتى لو كانوا متهمين. وكانت القصيدة من بدايتها حتى نهايتها كفرا، لأن القسم العظيم بداخله 7 غرف للحجز مجهزة لاستيعاب 100 شخص على الأكثر، إلا أن هذه الغرف بها 380 شخص، بينهم عجائز وأصحاب أمراض معدية وأمراض مزمنة، ولا عزاء للإنسانية داخل قسم مصر الجديدة. والصور اللي نشرها التحقيق الصحفي ده بيقول أنها زي ما حضراتكم شايفين كده، دول بني آدمين، ودي أكياس كل واحد بقى يعني جايب حاجته، وهم قاعدين في هذه المساحة من الأرض. مش عارف، احنا دورنا اننا يبقى دمنا تقيل ونقول الحاجات اللي بتضايق، بس كمان اللي قاعد في الاسم ده هتقول لي ما هو مجرم. لا، محدش لسه عارف، ومش عشان هو مجرم حتى انك تعامله كده، ومش لازم الناس تموت جوه الاسم. وليه قايلين من لم يمت بالتعذيب؟ هو في تعذيب في الاقسام؟ هو في حد سمع عن حد بيتعذب في اسم يا جماعه؟ ويتعذب ليه؟ وايه اللي يخلي شخص يروح يبقى ليه سلطان على واحد انه يعذبه ويعلقه ويكهربه والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي؟ ليه؟ ده لو كان حقيقة يعني. مين السلطان اللي اداله الحق انه يروح لبني ادم اسير العدالة ويعلقه من رجليه ويكهربه؟ مين هو اللي اداله الحق ده؟ وربنا بقى لما يجي يحاسب، سيبك من القانون يعني قانون الارض، ربنا لما يجي يحاسب يا ترى هيحاسب آخر واحد ضرب ولا علق ولا كهرب، ولا هيحاسب اللي سمع وطنش، ولا هيحاسب اللي عارف وما عملش حاجة، ولا هيحاسب اللي عارف وبيقول لا مقتضيات الأمر؟ طب هل مقتضيات الأمر بتقتضي نعلق ونكهرب ونعذب ونموت من التعذيب؟ ده إن كان يحدث، الله أعلم، أنا ما أعرفش، لأنه في جهات هي اللي المفروض تعرف، هي اللي المفروض ما تنامش عشان في ناس بيحصل لها حاجة غلط. أنا بتكلم على ما يجب أن يكون، ما أعرفش ما هو كائن. لكن إحنا دورنا إن إحنا نقول لكم ليه الأهرام قالت من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق. تفتكروا ليه؟ يعني من عندياتهم كده حاجة، مثلا صحي الصبح الاثنين الصحفيات دول قدموا الرئيس التحرير تقرير بهذا حلموا بيه مثلا؟ من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق. الشخص اللي هيقابل ربنا
وفي إيده إنه يغير موت الناس وظلم الناس، أرجو إنه يستعد لهذه اللحظة في أي وقت. أرجو إنه يستعد لهذه اللحظة في أي وقت، وأيا كانت المبررات وأيا كانت. وطبعا في فريق تاني جاهز، لأنه دلوقتي لو حضرتك بتقول رأي كل الفرق ستختلف معاك، لأنه في فريق أنا مع أي حاجة، وفي فريق تاني لا مش صحش الكلام ده في الوقت ده، وفي فريق تالت لا ده في أسوأ من كده بس انتوا ما بتقولوش. فأنت لن ترضي الناس جميعا، خلاص ارضي ضميرك بقى. من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق. وأنا عايز أقول للمسؤول عن أي تعذيب، إن كان هناك تعذيب وإن كان هناك اختناق، إنه ربنا ممكن نقابله في أي لحظة. ولو القوانين الوضعية أو الرقابة ما عرفتش توصل للشخص اللي بيقوم بهذا الفعل، في رب العباد اللي بيقوم بأعلى من أي رقيب. أو الشعب المصري دايما يتسرق ويتقتل ولاده، وفي النهاية يقولوا له اثبت. طب أنا قاعد مع ضابط بوليس، أثبت إزاي؟ أعمل إيه عشان أثبت وأنا مظلوم؟ وأنا مظلوم. أنا دوري أيها المظلوم يلي ممكن أكون مش عارفك، ويلي ممكن تكون أنت مش سامعني، إن أقول للمسؤول عنك وعني وعن الناس كلها بحكم القسم: خلي بالك من دعوة المظلوم، خلي بالك من دعوة المظلوم. دعوة المظلوم بترد ولو بعد حين، ولو بعد حين. كانوا في بروج مشيدة وكان حواليهم من حواليهم، وقدامنا وخلال 3 سنين وشفنا. إياكم والظلم، إياكم والظلم. أنا بلغت هذه الرسالة، عل وعسى إنها تصل إلى أصحابها.